طول عمرنا بنسمع عن بيوت مسكونة، غابات مسكونة، وأماكن كتير مسكونة، لكن عمرنا ما سمعنا عن مستشفى مسكونة. ما تنساش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. في مستشفى مهجورة في قلب القاهرة، محدش بيقرب منها من سنين. الناس بتقول إن الكهرباء فيها مقطوعة من أيام الثورة، بس الغريب إن كل يوم الساعة 3 الفجر بيتسمع صوت الأجهزة بتشتغل في الدور الرابع. الحارس اللي شغال هناك راجل اسمه عم سعيد، فضل يسمع الأصوات دي لحد ما قرر في يوم يدخل يصور بنفسه. مسك موبايله وطلع فوق. كل حاجة كانت هادية إلا صوت جهاز نبض بيتخبط لوحده. فتح باب أوضة كان مكتوب عليها غرفة الملاحظة رقم 4، ولما دخل لقى سرير متكسر وجهاز شغال من غير كهرباء. الموبايل بدأ يسجل لوحده، وسعيد قال آخر جملة اتسمعت في الفيديو: مين هنا؟ بعد ساعتين الشرطة وصلت، لقوا الكاميرا على الأرض، بس الغريب إن التسجيل وقف بالظبط الساعة 3:07. ولحد النهاردة محدش شاف عم سعيد تاني، لكن كل اللي بيقرب من الدور الرابع بيسمع صوته بينادي من جوه: اقفل الباب، اقفل الباب. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وما تبخلش علينا بزرار اللايك، ولو عندك موضوع حلو أو شبه ده اكتبه لنا في الكومنت، ممكن يكون هو قصة الفيديو اللي جاي.